صباح الخير، صباح النور إخواني أخواتي. نرحب بكم مرة أخرى عندي في قناة وصفات مطبخ سلمى. إن شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بعافية وصحة جيدة. اليوم جيت جبت لكم معايا طريقة جد سهلة لطهي الكتف، طريقة سهلة ويجي بزاف بنين، تمتم يوجد مع أيضا طريقة تحضير عصير الليمون. بزوج حبات ليمون خرجنا كمية وفيرة من عصير الليمون. نبدأ بسم الله بالمقادير وطريقة التحضير. عندي حوالي ملعقة صغيرة من الملح، عندي راس توم، أيضا فلفل عكري وراس الحانوت على راس الملعقة. نجيبو 2 ملاعق من الزيت، نستعملو نصف الكمية فقط، جوست باش نشمخو هذوك المكونات تاعنا باش يدخلونا داخل الكتف، باش نقدروا نستعملوهم نابليكيوهم فوق الكتف تاعنا. نجيبو هذاك الكتف، انا كنت نحيت له هذاك الجزء اللي فيه العظم وايضا باش يساعدني ويدخل لي داخل الكوكوط. نحكمو ندهنوه كامل هكا بالبانسو ونسيو نركزو باش يدخل لنا الخليط حتى للداخل كامل باش يتشرب لنا مليح من الجهتين. تدقبوه مليح بالسكين كيما درت انايا باش تعاونوه باش يدخلو تتبيله كامل داخل. نجيبو كوكوط نديرو فيها كميه من ملعقه هكا كيما كتشوفوا، حاجه قليله جدا من الزيت. كنت قطع البصل الى قطع كبيره مربعات بيسكو بعد نصفيها لاصوص تاعي. نضيفوا له كاس من الماء مور ما يكون تقلى شويه البصل تاعنا، ونحطو فوق اللحم ديالنا نصبروا له شويه، ومن بعد نزيدوا له كاس ونص واحد اخر ونغلقوا عليه حتى من يوجد اللحمه ديالنا على نار قليله. هنا عندي الفاصوليا ديالي قطعتها الى قطع كبيره مع الجزر خيره يكون حلو باش يعطيكم اختلاف الذوق في الصحن هذايا. نديروهم غير في هكايا مقله، ما كان لا تفوروهم ولا تغليوهم باش نحافظوا على القيمه الغذائيه تاعهم. نسحقوا ايضا 2 سنات توم، ملعقه كبيره من المارغرين وشويه ملح ونص كاس فقط من الماء، 4 كاس ماشي نص، 4 كاس. ونديروه على نار قليله ونخليوها حتى من ينشف كامل هذاك الماء ونكملوا لكم لا سويت. لهنا عندي 2 حبات قارص، نحيت لابو الفوقانيه وحدها درتها في جهه واللوب درته ايضا في جهه. نحكموا نضيفوا لهم كاس من السكر، هنا عندي لتر ونص، نسحقوا لتر ونص 2 حبات قارص. نحكموا نريحوهم كامل. نحنا هذوك حنديروا مركز الليمون نرحيوه كامل. هنا انا البرا تاعي كان شويه عيان، لازم يتنرحى كامل حتى من يولي كامل مرحي حتى الاخر كاع. وبعد لهنا صفيتو هذاك، شفتو قشور الليمون صفيتو فوق اللوب. اللي ما تحبش اللوب، انا نحب هذاك الفتات تاع اللوب. اللي ما تحبوش واش دير، تحكم ترحي كلش مع في الدوبي مع السكر حتى من يتميكسا لها كلش السكر والماء واللوب والقشره الفوقانيه، ومن بعد تصفيهم. انا نحب نستفاد باللب ما يجينيش. باك لهنا نزيد نرحي كامل اللب ونزيد له هذيك واش تبقى من لتر ونص تاع الماء هذيك نكمل. ومن بعد تشوفوه في كيفاش قدمته مع لي كلاصون وحطوه في الكونجيلاتور باش يجيكم مليح. الكتف تاعي كيما شفتوه كان طاب الزبده ثم كان جازت عليه نص ساعه. اللي تحب تقلبو انا ما قلبتوش، خليته بيسك عابل بلي يطيب نص ساعه يكون طاب زبده. باك لهنا ضفت له شويه ملح وشويه مرقارين وندخلوه للفرن يكون مسخن كاع واش كاين افون. وانا شعلت له الفوق والتحت باش تمتم يوجد لنا ما يشفناش، حنا نسحقوه يكون يقعد مشمخ الداخل. صفيت لاصوص ديالي، شتو تلقت كمان تلقت زاد تلق الماء، البصله واللحم هذاك تلقوا كامل الماء مع هذاك الكاس ونص اللي زدت ضفتهم. تحصلت على كميه كبيره من لاصوص، ما تزيدولوش بزاف الماء باش ما يجيكم الصامت. نحكم لاصوص تاعي نعاود نصفيها ونرجعها داخل الكوكوط. نحي منها 2 غرارف. انا لالوش تاعي صغيره لهنايا 3 درت 3 ماشي 2 بيسك صغيره لالوش تاعي. اللي لالوش تاعها كبيره تدير غير 2. تسقيها شقيت بها اللوبيا ماشطو نخليها تتجمر. لهنا كي تلحق المرقه تاعي لهاد القوام خلاص نطفيو لها. هذه لاصوص نسحقوها باش نقدموها في الطبق تاعنا. نروحو نشوفو كيفاش خرج الطبق. زدت قرنيته بشويه لي فخيت ولوبيا ماشطو هذيك ما كانت شربت كامل. وهذا العصير درت له شويه لي كلاصون من الفوق كان بارد جد منعش هايل. اتهلا في روحتكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.